المتحف ده فيه 100,000 قطعة أثرية، 700,000 سنة. يا جماعة ده أكبر من متحف اللوفر في باريس. أنا مش هسميه متحف. يا مساء الفل عليكم يا شباب، إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. من قدام المتحف المصري الكبير جينا وهنصور وهندخل المتحف اللي عليه ضجة كبيرة 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 كبيرة، اللي بصراحة شكله في الصور غير خالص شكله في الحقيقة. انتوا لو جيتوا شفتوه كده قدامكم هتنبهروا، دي كلمة قليلة عليه. فخلونا ندخل المتحف المصري. المتحف ده بس شوية حاجات كده عنه عشان تكونوا عارفين. برضو المتحف ده فكرته من زمان جدا، من التسعينات. المتحف ده فيه 100,000 قطعة أثرية، يعني مستحيل ان انت كل المتحف ده تكمله في يوم واحد. ده طبعا غير غرفة الملك توت عنخ آمون اللي لقوا المقبرة بتاعته كاملة. سبحان الله، يعني المقبرة الوحيدة اللي لم يدخلها أي لصوص، لقوها في 1922 في الأقصر. فتعالوا دلوقتي ندخل نشوف المتحف. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش سبسكرايب للقناة، لايك للفيديو، شير الفيديو في كل مكان، ويلا بينا ندخل المتحف. دلوقتي أول ما دخلنا المتحف ده اللي بنلاقيه في وشنا التمثال العظيم، تمثال رمسيس الثاني. بصوا يا جماعه، هو ده التمثال اللي اصلا ده المتحف مشهور بيه او مش مشهور بيه، اشهر حاجه في المتحف. واول حاجه بتقابلها في المتحف اول ما بتدخل بتلاقي تمثال رمسيس الثاني. الديكور بصراحه حلو فوق العاده، جميل جدا. وبعد ما بتلاقي رمسيس الثاني، تمثال رمسيس الثاني، بتلاقي هنا في انفورميشن ديسك، وده الانترنس، وبرده هناك في انفورميشن ديسك. بعد كده بتلاقي 10 تماثيل لملك واحد بس، هو ملك سونوسرت الأول. خلينا أوريكم ونعد لكم التماثيل دي واحد واحد. بصوا كده، 4 و3 و3، دول 10 تماثيل للملك سونوسرت الأول. ودلوقتي بقى هندخل على المتجر الرسمي او الاوفيشال ستور للمكان عشان ممكن نشوف السوفونيرز اللي فيه او كده. يلا بينا ندخل على الاوفيشال شوب. والمتجر ده فيه كل السوفونير اللي تتخيلها، وحتى لو بتحب الفريدج ماجنت هتلاقيهم هناك. ودلوقتي هندخل مبنى مخصص لأقدم مركب في التاريخ، وهو مركب الملك خوفو أو مركب الشمس. ليه اتسمى كده؟ ده عشان إن العلماء بيعتقدوا إن إله الشمس رع بيعمل رحلة بالليل وبالنهار في السماء بمركب الشمس، والله أعلم. دي مركب الملك خوفو يا جماعة. بصوا يا جماعة، التفاصيل كلها خشب طبعا، بس بصوا كل حاجة. أنا سبحان الله، هي المركب دي إزاي اتحطت في مقبرة؟ يعني إزاي؟ هل المركب دي اتحطت مثلا في الهرم الأكبر لأن هو مقبرة خوفو اللي إحنا عارفينها واللي أنا أعرفها، ولا اتحطت في مقبرة تانية، ولا كذا سؤال وسؤال وسؤال للأسف مش عارفينه. بس الأهم إن إحنا دلوقتي هنسيب المركب بتاعة الملك خوفو وهننزل هنروح على القاعات اللي هي ال 12 قاعة اللي من ضمنهم قاعة الملك توت عنخ آمون. ودلوقتي دخلنا القاعات، هم 12 قاعة بالظبط. تعالوا أوريكم بقية القاعات. دي كده قاعة 3 اللي ورانا، ودي كلها قاعة 2. يعني مثلا أنا عايز أوريكم مثلا الأواني الفخارية، مثلا دي كلها أواني فخارية طبعا، دي مرممة، كل ده مرمم أهو. بصوا إزاي أهي. دي مقبرة الملكة، ربما كانت مقبرة الملكة حتب حرس. في الأصل في دهشور بالقرب من المجموعة الجنائزية. فهو بيدي لك هنا زي بريف كده عن الحاجة اللي انت شايفها. وعايز اقول لكم يا جماعة حاجة، المتحف زحمة جدا ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يا رب يكتر من زحام المتاحف عندنا في مصر، لان دي حاجة مطلوبة وحاجة فعلا عايزين نوري الناس قد ايه احنا عندنا آثار مهمة وحاجات مش موجوده فعلا عند اي حد في العالم. بصوا بقى، دي القاعه السبعه. عايز اقول لكم دي حاجه تليق بينا، واللي انا شايفه ده بصراحه يعني ده فوق الجمال بشويتين 3، لانه انا ما شفتش متحف في مصر كلها شبه ده بصراحه. وده يستحق كلمه المتحف المصري الكبير، مش عشان هو اكبر متحف في العالم في بيضم الحضاره المصريه القديمه، لا، هو ده اكبر متحف في العالم لانه اعظم تقريبا متحف في العالم. يا جماعه ده اكبر من متحف اللوفر في باريس ومتحف المتروبوليتان. فده متحف يا جماعه، طول ما انتوا بتتفرجوا على الفيديو هتشوفوني بشكر في المتحف ده، لان ما فيهوش غلطه واحده خالص، مش لاقي له غلطه. يعني المتحف المصري الكبير مبهر. دلوقتي دخلنا المدينه الغارقه. المدينه دي او المكان اللي احنا فيه ده كله، هي دي الاسكندريه، بس بيوروا لنا الاسكندريه بقى كان تحتها اثار عامله ازاي. وبصوا بقى في الحاجه العظيمه قوي دي، ده مثلا شاشه بتعرض لنا الاثار اللي تحت كانت في المدينه الغارقه. طيب احنا بقى لو جينا شلنا السماعه دي، سماعه يا جماعه، دي سماعه، لو جينا حطيناها كده على ودنا بنسمع
اكننا تحت الميه بالظبط، بحيث ان احنا نعيش تجربه اكننا عايشين في الميه، او كأننا احنا اللي بنستكشف الاثار الغارقه دي. فبصراحه يعني حاجه حلوه قوي قوي قوي. وكمان بيوروا لنا الاثار اللي كانت موجوده في العصر الروماني، لان اعتقد ان دي من العصر الروماني، حتى مكتوب العصر اليوناني والعصر الروماني. فده مثلا المعبوده افروديت، فده معبوده الحب اليونانيه. ولحد دلوقتي ما شفناش القطعه اللي جايين عشانها، بس ما ينفعش نيجي وما نشوفش اغلى قطعه على وجه الارض، لدرجه انها لا تقدر بثمن. والقطعه دي هي قناع الملك توت عنخ آمون. بصوا يا جماعة بقى الحفر عشان نلاقي توت عنخ آمون، أو الحياة كانت أيام توت عنخ آمون عاملة إزاي. أنت ماشي للأسف في المدارس عندنا واحنا صغيرين ما علموناش عن الحضارة العظيمة دي، بس للأسف احنا بنتفرج. أنا مبهور وأنا بتفرج. بصوا بقى احنا دلوقتي في القاعة الرسمية لتوت عنخ آمون. دلوقتي هوريكم الجمال بتاع القاعة. بصوا يا جماعة القاعة الألوان اللي فيها والأنوار كمان، النور ده بيقفل ويفتح وحاجات كده تحفة تحفة تحفة. عايز أوريكم الزحمة، بس في حاجة عجباني قوي قوي. عشان تتصور مع راس توت عنخ آمون في زي لاين، ودي حاجة يا جماعة ده النظام اللي احنا كنا عايزينه وبنحبه، وده هو اللي بيمشي صح. هو ده ان احنا بندخل من اللاين من هنا، نلف نلف نلف، كل واحد ليه دور انه يتصور مع راس توت عنخ آمون. بصوا بقى دلوقتي احنا واقفين في اللاين عشان احنا نتصور مع قناع الملك توت عنخ آمون. انا عايز اوريكم بس التفاصيل. هو للاسف صعب ان انا اجيب التفاصيل كلها كاملة غير لما اقرب. ودلوقتي خلصنا قاعة توت عنخ آمون، وهي تقريبا كده من أهم القاعات اللي في المتحف المصري الكبير، أو من أهم الأماكن اللي في العالم كله، من أهم قاعات العرض للتاريخ اللي في العالم كله. اللي عايز أقوله لكم إنه المكان أو المتحف أنا مش هسميه متحف، أنا هسميه يا إما مول يا إما مدينة. لا ده مدينة كاملة يا جماعة، ده مدينة كاملة يعني. ده كده الفيرست هول، الانترنس بتاع المكان. فلا يا جماعه، لا احنا المتحف ده مدينه كامله. ولو وصلت الحته دي يبقى كده الفيديو خلص، وشكرا جدا انك شفت الفيديو لحد الاخر. بس ما تنساش سبسكرايب للقناه، فعل زر الجرس، ولايك للفيديو. سلام.